رمضان مش مشابه لعبد الله في ايه؟ في اي تفاصيل ممكن، لان بص هما الاثنين اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه اللي قالوا للاهلي لا. وندموا يا كابتن. لا ما فيش حد بيندم. والله ندم يا جدع ما فيش حد والله العظيم يا ندم. جدع الفلوس ما تندمش. فين يا كابتن؟ يا كابتن فلوس ماشي، انا يا كابتن الفلوس ما تندمش حد يا كابتن يا كابتن وانا برضه هرجع طول عمري، انما طول عمري قاعد. فين عبد الله سعيد؟ ابو عملوا ايه يا كابتن؟ عملوا ايه لما مشوا النادي؟ ساحل شمالي، بسافر بره وباجي من هنا، دي بالفلوس ولا بالنجوميه وبالحب؟ الفلوس. التاريخ يا كابتن. التاريخ ايه؟ ما هم عملوا تاريخ خلاص. يعني هو في النادي الاهلي ما كانش بياخدوا فلوس يا كابتن؟ لا عمل تاريخ، كفايه ان هو طلع بره واحترف بره ولسه عنده 19 سنه، ده تاريخ لوحده. احنا هنضحك على بعض. مين ده؟ رمضان. ولا ما احترفش وعنده 19 كابتن سنه؟ بس برضه هترجع وتتكلم معاه. احترف ولا ما احترفش؟ يا كابتن احترف ورجع. طيب خلاص ربنا كرمه. لكن برضه خلي بالك برضه جه حطهم في بنك وخلاص. عشان بس ما تقولش احنا بندافع. بص يا كابتن، اي حد طلع من النادي الاهلي ندمان وخسران. الزمالك بيدور على حقوقه في كهربا، برافو، كهربا يتوقف ولازم يدفع الغرامه. الاهلي بيدور على حقوقه في عبد الله السعيد، لا كخ عايزين تدمروا مستقبله ولا مش عارف ايه. ارتقوا فالقاع قد ازدحم. اسباب منطقيه جدا 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 لما تيجي تفكر فيهم. هتلاقي اي حد عايز يستفيد بلعيب مش عايز يخسره هيبقى كده. احب ما على القلب يقول لك مش اقعد، خليك قاعد، انا مش عايزك تبقى ماشي. طب تمشي ليه؟ لكن ان انا اخرجه عشان هو من الناحيه البدنيه والفنيه يشتغل، وعشان المدير الفني كمان يشوفه، وعشان يرجع جاهز، وعشان وجوده دلوقتي الراجل مش هيبص عليه فمش هيبقى في اي استفاده من اي نوع، هي دي المصلحه العامه. فعمار هيجي له عروض كتير جدا جدا، انا متاكد من ده، لانه في فتره الانتقالات الشتويه هو مطلوب. يعني في فردتين من الاهلي خارجين تقال، باصابات بحاجات شبه كده، بس اللي بيخرج من الاهلي مكسب كبير حتى ولو هو ما بيلعبش، لانه وعمار ومحمد محمود الاثنين لعيبه فرز اول مش فرز تاني، مش كسر، لعيبه فرز اول، والاستفاده منهم هيبقى رغبه اكيد عند انديه. ان شاء الله عمار يرجع ويكسر الدنيا سواء مع الاهلي او بره، وان شاء الله يبقى له دور كبير جدا في الكره المصريه، لانه لعيب محترم وبيحبنا. يكسر الدنيا عرا ويرجع، او كولر لا يقولوا كولر احنا معاه.